خلال هذا النص ومن خلال ما قدمته ميلاني كلاين، ما يمكن أن نقدمه أو أن نستنتجه هو أن الطفولة ليست مرحلة، وخاصة نتحدث عن سن الإرضاع. هذه المرحلة ليست مرحلة عابرة فقط، بل إنها هي ذلك المسرح الحقيقي الذي تتشكل من خلاله الشخصية. فالشخصية البالغة ما هي في نهاية المطاف إلا صدى للصراعات والعلاقات التي حدثت في السنة الأولى من الحياة أو السنتين الأولتين من الحياة. كما أن نفسيتنا وعالمنا الداخلي مأهول بموضوعات داخلية، تمثيلات للأم، الأب، الثدي، الموضوعات الخارجية تكونت عبر هذه الصراعات المبكرة، ونستمر في التعامل معها طوال حياتنا. بمعنى آخر وباختصار، إن شخصيتنا ونحن راشدين ما هي إلا نتاج لطفولتنا، وخاصة للعلاقة التي أقمناها مع الثدي بطريقة نفسية لا شعورية. هكذا تتحول الحاجة البيولوجية المتمثلة في الحاجة للطعام خلال ثدي الأم إلى رغبة نفسية لا شعورية تؤثر بل وتحدد شخصية الطفل في المستقبل، شخصية الإنسان في المستقبل. طبعا هذا هو رأي ميلاني كلاين، وهنا سنكون أنهينا تحليل هذا النص. سنحاول في تسجيل لاحق وفي فيديو لاحق أن نسلط الضوء على بعض الانتقادات التي يمكن أن نوجهها لميلاني كلاين، وأيضا بعض الإمكانات الأخرى للجواب عن السؤال